رجع عصر الأسياد والعبيد على وقت حنا عطلة المعروف بالمطران خريستوفوروس، هو واقف بالشمس والشمسية مرافقته. يمكن تلدعه الشمس، خايف على حاله حجي خريستوفوروس. خلونا نحضر هالمقطعين سوا. لأنه مش فقط فيها تاريخنا، ولكن فيها وجود في زمنه، ولكن للأسف هو موجود ليومنا. مثل ما شفتوا يلي ماسكين له الشمسية عادي ينحرقوا من الشمس، وعادي يدوخوا، وعادي شو ما يصير فيهم مو مشكلة، المهم العينتين ما يتحسس من الشمس. لا، وفوقها قال لابس فستان نسواني كله عليه زغرفات لأنه هو أصلا جاي، وبيحارب الجيس لحتى يخفي انه هو اساسا مثلهم. وبعد كل هاد قال طالع هذا النكرة عم يقول بده يحس مثل الرسل القديسين ويعيش نفس الظروف. وقديش بهاي اللحظات بعرف يمكن كمان الشمس بتزعج البعض، ولكن عاش هون أبائنا وأمهاتنا القديسين والقديسات بهيك ظروف. خلينا نحن كمان اليوم نكون معهم لو شركاء بالبسيط البسيط في هاي الظروف. هاي هي الظروف يلي كانوا يعيشوها الرسل القديسين يا زمي. هيك كانوا يخلوا العالم يمسكوا لهم الشمسية خوفا من انه تلدعهم الشمس. لك فشرت انك تتمثل برسل القديسين الرب لانك انت بعيد كل البعد عنهم. بعدين دخلك وين شفت الرسل القديسين الرب يسوع بيمسح وجوه للناس، وما بالك اذا اعداء ايماننا المسيحي بالوقت يلي انت نازل بكل مقابلة سيدنا الملك وجلالة الملك. خلونا نسمع هذا المقطع سوا. دور جلالة سيدنا على منشوف جلالة سيدنا كمان، فبالتالي دور جلالة الملك هو داعم. نتحدث مع جلالة سيدنا عن ما تنحط جلالة سيدنا كمان، بخبرنا جلالة سيدنا، وكان بمنح جلالة سيدنا للبطريركية لفتة جميلة من جلالة سيدنا، له كل الشكر، دعم جلالة سيدنا حتى. وهي هي رسالتي، رسالة معايدة لجلالة سيدنا. سيدك وعامل لي فيها مطران وبدك تعلم الشعب المسيحي الإيمان، وانت آية وحدة من الكتاب ما بتعرف؟ وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة. شو يا مطران، هاي الآية ما مرقت عليك؟ هاد سيدك هو نفسه يلي عينك مطران بعد ما كنت مخلوع ككاهن. خلونا نسمع هذا المقطع سوا. لم يأخذ هذا المنصب حبا بشخصه ولا رغبة من المجمع المقدس بتسميته، هو طلب من الحكومة الأردنية وضغط على ثيوفيلوس لتسمية خريستوفوروس اللي اسمه الأصلي حنا عطلة، ومن مدينة جفنة من محافظة رام الله في فلسطين، لتسميته مطرانا على عمان أي مطران فيلادلفيا. وبعد ما حطك مطران كان المقابل انك انت تعطيه زمي وصية على المقدسات المسيحية لواحد مسلم. خلونا نكمل ونسمع كمان مقطع سوا. ككنائس وككنيسة وطنية نحن نقف خلف القيادة الهاشمية جلالة الملك اللي هو الوصي على الأماكن المقدسة. عطيته السلطة على قبر المقدس والكنائس والمقدسات المسيحية. مين سمح لك تتصرف بالمقدسات وأملاك المسيحيين يا نكرة؟ أنت عبارة عن مطران المخابرات الأردني، مسلم متخفي لحتى تحاول أنت وغيرك إنكم ضلوا منايمين المسيحيين عن إيمانهم المسيحي الحقيقي وتأسلموهم تحت مسمى الحرية والانفتاح. ربنا يفتح عيون كل مين مستحق وكل مين ماشي وراكن يا مضلين.